هل هيبقى عندك نفس الطموح ان انت تكمل جامعة وتخلص وكده، ولا مش هيفرق معاك التعليم اصلا؟ مش هيفرق معايا خلاص، ما انا عملت اللي المفروض اعمله. معظم الولاد في الفئة دي دلوقتي هما فكرهم مش كده خالص، هما عايزين يخشوا بيزنس، عايزين يعملوا مشروع من هم صغيرين، عايزين يبقى معاهم فلوس. ولما جينا سألناهم طب انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ عشان هم عايزين يعتمدوا على نفسهم، عايزين مكسب سريع، عايزين يبقى عندهم بيزنس لوحدهم. ليه نتعب وليه نقعد نذاكر وليه نعمل مجهود لما احنا ممكن بأقصر الطرق نروح نعمل مشروع؟ هو مش في الاخر احنا بنتعلم عشان نشتغل ويبقى معانا فلوس؟ طب ما احنا هنجيب الفلوس بطريقة تانية. هي المشكلة مش في كده، المشكلة ان احنا وصلنا مع الجيل ده اللي هو ما بقاش شايف اي حاجة غير الفلوس، وده غصب عنه لان هو طول الوقت بيتسوق له ان اللي معاه فلوس هو معاه كل حاجه. هاخد ايه بالشهاده؟ هاخد ايه بالتايتل يا ماما اللي انت عماله تفكري لي فيه؟ بعدين هاخد كام؟ لما اشتغل في مستشفى هاخد كام؟ لما ابقى دكتور ابقى ادي رسالتي هاخد كام؟ فاللي انا بطلبه منكم دلوقتي سيبوهم هم يختاروا طريقهم، بس وانتوا بتسيبوهم فهموهم كويس قوي ان الفلوس مش كل حاجه.